أكدت صحيفة ماركا أنه بدأ العد العكسي لكأس العالم، وريال مدريد سيراقب اللاعبين الأفضل في المسابقة لمحاولة التعاقد معهم. في السابق ريال مدريد اعتمد على كأس العالم في تعاقده مع لاعبين مثل رونالدو وكورتوا وكروس وخاميس رودريغيز وكانافارو. سياسة ريال مدريد لم تتغير في القرن الحالي، حيث أن كأس العالم من أهم البطولات التي يعتمد عليها الميرينغي في تدعيم صفوفه. تحدث إدواردو كامافينغا لاعب وسط ريال مدريد ومنتخب فرنسا عن تطورات الحالة الصحية لكريم بنزيما الذي خرج من ميران المنتخب أمس بسبب الإصابة. وقال كامافينغا: بنزيما يتحسن وهو يؤدي بشكل أفضل بكثير، آمل أن يكون جاهزا لكأس العالم، لدي علاقة جيدة معه، إنه يساعدني كثيرا في ريال مدريد ويقدم لي نصائح في المباريات، إنه رائع في التواصل معنا، إنه قائد. يبحث نادي ريال مدريد دعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى يستمر في المنافسة على الألقاب. من جهته أكد الصحفي الموثوق أكرم كونور أن كشافي ريال مدريد راقبوا موريسيو مهاجم انترناسيونال البرازيلي وتواجدوا في مباراة الفريق ضد بالميراس. موريسيو لديه 11 مساهمة تهديفية في الدوري البرازيلي في 32 مباراة، حيث سجل 6 أهداف وصنع 5. ذكرت شبكة كالتشيو ميركاتو الإيطالية أن الفرنسي أدريان رابيو نجم يوفنتوس يحظى بإعجاب أنشيلوتي، خاصة وأنه أشرف على تدريبه في نادي باريس سان جيرمان. وينتهي تعاقد رابيو صاحب 27 عاما مع اليوفنتوس بنهاية الموسم الجاري دون توصل لاتفاق حول التجديد حتى الآن، مما يفتح الباب لإمكانية انتقاله إلى ريال مدريد. أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الإسباني لكرة القدم رسميا أمس الأربعاء إيقاف البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة 3 مباريات، وذلك على خلفية طرده من قبل الحكم مانزانو، حيث قام ليفاندوفسكي مرتين بإيماء تشير إلى رفض قرار الحكم تمثلت في وضع أصبعه على أنفه، والإشارة بعد ذلك بالإبهام نحو الحكم. ذكرت صحيفة أس الإسبانية أن بروفي أورتيغا المعد البدني لأتلتيكو مدريد والذي سيرافق بعثة منتخب الأوروغواي لكأس العالم يحاول مساعدة راوخو مدافع برشلونة ليكون جاهزا للمشاركة، ويقوم حاليا بمحاولات لتحقيق المعجزة مع راوخو لجعله جاهزا للمشاركة برغم عدم شفائه التام من العملية الجراحية التي أجراها بسبب إصابته. ذكرت صحيفة سبورت الكتالونية أن الإيفواري فرانك كيسي لاعب وسط برشلونة يتبع خطة خاصة للعودة من الإصابة بأسرع وقت، وقام كيسي بتخصيص غرفة لإجراء التمارين الخاصة خلال فترة تواجده في بلده رفقة المعد البدني الخاص به، حيث يخصص اللاعب ما بين 3 إلى 4 ساعات يوميا للتدريبات بهدف التعافي والعودة قبل مباراة برشلونة القادمة ضد إسبانيول المقرر إقامتها في 31 من ديسمبر القادم.